السلام عليكم. لو انتي اول مرة تدخلي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بننزله. دمتم ملكات مع ليالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ دمتم ملكات مع ليالي. عايزة افكركم لو اول مرة تشوفوا الفيديو بتاعي تعملوا اشتراك في قناتنا وصفات الجمال مع ليالي، ولو عجبكم الفيديو في نهايته تعملوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد منكم، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد بننزله. النهاردة هكلمكم عن منتج سبحان الله مفيد جدا للبشرة والشعر. منتج بذور او الرز المصري بتاعنا العادي. وعلى فكرة الرز بتاعنا هو انقى واحسن الانواع الرز اللي موجودة في الاسواق. هنتكلم النهاردة عن الرز وعن مية الرز. الرز بتاعنا زي ما قلت لكم هو افضل الانواع اللي موجوده. بتحتوي ميه الرز على كتير قوي من العناصر المفيده والاساسيه لصحه الجلد والشعر. ليه بقى؟ لان فيها فيتامينات ومعادن مضاده للاكسده ومضاده للالتهاب. يعني ميه الرز لو عندنا اي التهاب ممكن نغلي الرز معلقتين رز مع حبة مية ونستخدمهم. دي بتهدي وبتلطف الجلد جدا لو في اي التهابات. كمان مية الرز مناسبة لجميع انواع البشرة، جافة او دهنية او عادية. مية الرز بتفتح وبتنعم وبتطر الجلد جدا. الناس كمان اللي بتشتكي ان عندها مسامات واسعة، المسامات اللي هي الواسعه دي اللي هي بدايقنا في وضع الفاونديشن واللي بتبقى باينه قوي كده. ميه الرز سبحان الله بتصغر المسامات وبتشد البشره. كمان ممكن تعالج حب الشباب وتهدي الاحمرار الناتج عن التعرض للشمس. كمان في بعض ناس عندهم مرض الاكزيما وبيبقى فيه طفح جلدي كده. ميه الرز سبحان الله برضو بتعالج في المرض ده. كمان مية الرز لو هنتكلم عنها هي كمان بتحفز نمو الخلايا وبتنشط سريان الدم في الشعيرات الدموية. هقول لكم نستخدم مية الرز ازاي. احنا بيبقى عندنا الرز بتاعنا اللي هي الحبة بتاعتنا دي العادية. تمام. بنجيب اناء فاضي او بولة. تمام. بناخد معلقتين رز، معلقتين 2 رز. تمام. وبنحطهم وبنزود عليهم حبة مية كده وبنغليهم 10 دقايق على النار. الرزة بتاعتنا بتتهري وبتطلع كل مكوناتها الأساسية في المية، فبيبقى عندنا مية الرز دي بتبقى بيبقى المكون بقى بعد ما اتغلى او بعد ما اخدنا فايدة الرز فيها بنصفيها. تمام. وبنستخدمها على بشرتنا كماسكات، او على بناخد مية الرز على شعرنا. ان شاء الله هنتكلم فيها في فيديو تاني. كمان لو طحنا الرز احنا ممكن نقول ماسك حلو جدا من مطحون الرز. بيستخدم كمقشر او كصنفرة سكراب للجسم. ممكن نعمل منها زي ما قلنا ماسكات للوش والايدين والجسم. بتكون طبعا ماسكات فعالة ورخيصة. كل اللي هنحتاجه مية رز او مطحون الرز. هنضيف معاه ممكن نستخدمها بس كده كتونر او غسول للوش بقطنه. بناخد من ميه الرز اللي عندنا المركزه اللي احنا غليناها، بناخد منها وبنمسح على وشنا بقطنه. وبنحاول ندلك كده او نعمل تدليك لطيف خفيف كده. وبعد كده بنسيبها تنشف او بنغسله عادي مش فارقه. لو اتساب على البشره عادي، لو اتغسل بعد ما نعمل التدليك على بشرتنا هنلاحظ ان الجلد بتاعنا طري وناعم. كمان مع الاستخدام على طول هنلاقي ان الجلد فتح. وان شاء الله هتعجبكم الوصفة دي. كمان في وصفة تانية ماسك تاني يعني ممكن نعمله. هنجيب معلقة من الرز هنطحنها. تمام. ومعلقة من اللبن او الزبادي، ومعلقة صغيرة من عسل النحل، ومعلقة صغيرة من عصير الليمون. وهنخلطهم كلهم من كل المكونات مع بعضها وهنحطها على وشنا وايدينا ورقبتنا. وكمان هندلك بالراحه وبعدين نسيبه ربع ساعه ونغسله بميه فتره. الماسك ده بيصفي البشره جدا وبيفتحها وبيمتص اي زيوت زياده في البشره وبيوحد لونها وكمان بينعمها جدا وبيطريها. ان شاء الله يكون كلامنا النهارده عن ميه الرز عجبكم. ان شاء الله برضه هنكمل كلامنا عن ميه الرز وفوائدها للشعر في فيديو تاني. تابعونا على قناه وصفات الجمال مع ليالي. ما تنسوش الاشتراك في قناتنا من هنا وتشوفوا كل الفيديوهات بتاعتنا من هنا.